يقول سونا حسين، تقول لي صديقة مقربة جدا إلي دائما تصلي وتصوم متواصلة على قراءة القرآن لكنها غير محجبة وتفعل شيئا جيدا يزعجني وهو أنها وتفعل شيئا جدا يزعجني وهو أنها تلبس لباس السباحة في المسابح المختلطة. حاولت أن أنصحها لكن لا نتيجة لذلك، وأنا أنصحها مرارا وأنا صديقتها ولا أثق في أخلاقها مع أنها جدا خلوقة، والمشكلة هذه عادات أهلها. أما هل دعائي لها في قلبي يكفيني؟ يعني طبعا لا يجوز لها أن تلبس مثل هذا اللباس الفاضح أمام الرجال الأجانب. هي لا يجوز أن تلبس لباس السباحة الفاضح هذا الذي يسمى بالبكيني أمام النساء، فضلا عن أن تلبسه أمام الرجال. هذا من أعظم المحرمات ولا يجوز، والله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن، ولا يجوز لها أن تفعل مثل ذلك. وهذا من أعظم الأخطاء التي بدأت يعني بعض الفتيات تقع فيها مهما كانت أخلاقها حسنة. يا بنتي لا تنظري إلى ابتسامتها ولطفها معك، انظري أيضا إلى عفتها، إلى حرصها على كرامتها، إلى حرصها على أن لا ينظر إليها إلا من يباح له النظر إليها من زوجها. أما إذا كانت المرأة على مثل هذا الحال هذا ما يجوز شرعا، ولا أنصحك حقيقة بمصاحبتها إلا إذا كنت تصاحبينها نصحا وتوجيها وتذكيرا بالله. أما أن يعني تصاحبيها وهي على مثل هذا الحال والله يا بنتي يعني لا أنصحك. الله تعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. الأصل أن يصاحب الإنسان أهل التقوى